فاكر لما كانت التليفونات بتنزل حاجات مجنونة ولسه قادرة انها تبتكر وتعمل طفرة في السوق؟ هو ده الوقت بالظبط اللي احنا بنتكلم فيه. فيديو دي من سلسلة الحنين للماضي، فترة 2010 لحد 2015. كانت كل سنة الشركات بتبدع وتقدم تليفونات جديدة، ممكن تبقى نفس الفئة ونفس السلسلة، وتلاقي السنة دي مقدمة تليفون والسنة اللي بعدها من نفس الفئة والسلسلة تليفون بأشكال تانية خالص. وما كانش فيه زي دلوقتي تقعد بالست سبع سنين عشان تغير الشكل وديزاين التليفون. التليفون كان كل سنة شكله بيتغير. في الفترة دي سامسونج اتجننت وقررت انها تنزل السامسونج جالاكسي بيم. هتقول لي ايه التليفون ده او نزل امتى وايه مميزاته؟ هقول لك ده ما كانش تليفون عادي، ده كان تليفون في نفس الوقت بروجيكتور. انت ماشي حاطط في جيبك بروجيكتور في اي وقت تحب تشغله. هتحس ان الموضوع كول جدا دلوقتي وان انت محتاج فعلا التليفون بتاعك يبقى فيه ميزة زي دي. بس للأسف وقتها التليفون ما قابلش الرواج الكافي وما خدش النجاح اللي يستاهله. كانت تقنية جديدة وللأسف فعلا كانت التليفونات لسه ما عندهاش القدرة انها تشغل تقنية زي دي بكفاءة عالية زي دلوقتي. انت دلوقتي لو قدمت تليفون فيه بروجيكتور هيبقى افضل بكتير من وقتها. بس وقتها برضه يحسب لسامسونج انها خدت الخطوة واتجننت وقدمت تكنولوجيا زي دي. البروجيكتور اللي كان في التليفون ده كان بيجي بقوة 15 لومن كإضاءة، وكان بيوصل لحد 50 بوصة، رقم كبير جدا في وقتها، وستيل رقم كبير ان انت تاخده من تليفون. يمكن انا استعيدت حته ان هو يبقى من الوش لانك مش هتعرف تاخد تجربه جيمنج، وكنت افضل ان هو يجي بشكل عرضي. لو انت بتلعب كنت هتعرف تمسك التليفون وفي نفس الوقت يكشف الشاشه. دي من وجهه نظري كان هيبقى المكان افضل لو من العرض بتاع التليفون مش من الطول. بس للاسف زي ما قلنا، على قد ما كانت تقنيه روشه جدا وكانت قويه جدا، على قد ما انها ما نجحتش بسبب وقتها ما كانتش التكنولوجيا مستعدة انها تستقبل الحاجة زي دي. والموبايل فشل تجاريا، نزل منه نسخة تانية في السنة اللي بعدها بس للأسف برضه ما حققتش المبيعات المطلوبة. فسامسونج وقفت السلسلة وانتهت سلسلة الجالاكسي بيم، أول تليفون في التاريخ يجي ببروجيكتور. وهل لو في تليفونات دلوقتي بالتكنولوجيا دي ومتاحة ان انت تشتريها، هل هتشتريها ولا لا؟ قول لنا في الكومنتات، وما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب. كان معاكم حازم تيك فيو، سلام.